بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيبكم بقى من اللي في الفيديو وسيبكم من الحاجات اللي احنا بنعملها دي، وعايزين ندعي دعوة حلوة كده. اللهم وفق فلسطين وكن لهم عونا، وكن عون من لا عون له، وربنا يا رب ينصرهم، اللهم امين. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه وفرحتي قد ايه. والعرب بعد ما كان عندهم 6 اكتوبر بقى عندهم 6 اكتوبر و7 اكتوبر. ربنا ينصرهم، اللهم امين. ندخل بقى على الفيديو ونقول بسم الله، توكلنا على الله. احنا بقى زي ما شفتوا معانا في اول الفيديو كده، معانا كوارع ومعانا فرخة بلدي وحمام. يعني بدعبس كده في الفريزر، لقيت ايه 3 حمامات دول. قلت لهم تعالوا، ايه اللي مقعدكم مستخبين عندكم بتعملوا ايه؟ ايه المهم ايه؟ وكان ايه الفرخة دي، معلش عشان بس صوتي تعبان وعندي برد. إيه، والفرخة دي دخلت لقيتها ايه واقفة كده في وسط الطيور، يعني في وسط الفراخ. قلت لها طب وليه برضه انت كنا ليه؟ تعالي. ذبحتها ونضفتها وقمت جايه ايه نقعاها في محلول زي ما بننقع كده الطيور كل مرة. إيه طبعا، إيه ملح وليمون وسكر وفلفل اسود ولورا او ورق غار وحبهان او هيل. إيه واللهم صل على سيدنا محمد وقرفة. يعني ايه عملت لها محلول نقع حلو كده. إيه المهم نقعناها وغسلناها وظبطناها ونطبخها بقى زي ما شفتوها كده. إيه نحطها تتشوح بعد ما غسلناها وظبطناها، وحطينا عليها بصل طماطم قرن فلفل وبهارات فلفل اسود وبهارات سبعة وملح وورق لورا او غار، وبرضو إيه هيل او حبهان وايه والقرفة. واللهم صل على سيدنا محمد. وايه تاني؟ وزرين ايه ورد، بخلي برضو ايه ريحة الشوربة حلو وطعمها جميل. المهم ونزلنا بها بقى كده وشوحناها، وبعد كده ايه نزلنا على المية لما اتشوحت وقلنا لها مع نفسك كده. وجينا هنا بقى ايه عايزين نعمل طبعا خلطة للحمام. بس قبل ما نعمل الخلطة للحمام كنا حطينا مية إيه بتاعة الكوارع وعصرنا فيها ليمونة وسقطت فيها ايه الكوارع. احنا برضو كنا غسلنا الكوارع وظبطناها ومية وليمون ومش عارف ايه، وبرضو الحاجات دي كلها ايه غسلناها بيها ونقعناها. بس احنا عملنا لها بقى برضو الخلطة دي ان احنا ايه حطيت المية تغلي وعصرت فيها ليمونة ونزلت فيها الكوارع تاخد غلوتين كده ونصفي عنها. المهم هنا بقى ايه بنعمل خلطة ايه الحمام. زي ما شفت كده فرمت بصلة كبيرة او بصلتين يعني، وقمت جاية ايه مقطعة الكبد والقوانص بتاعة الحمام وعليهم الكبدة بتاعة الفرخ. واقوم جاية نازلة ايه بقى بعد ما بعد البصلة يعني ما تشوحت كده ايه وخدت لون، نزلت عليهم بالكبد والقوانص. معلش بقى الدنيا ايه هنا عبقت وبقت دخان وتمام، لان هنا بقى كنا صفيت الكوارع من الميه اللي انتوا كنتوا شفتوها دي، ونزلنا عليها بميه سخنه، وبرضو حطينا لها بقى ايه الحاجات بتاعتها الطماطم وبصل وهنا بقى البهارات فلفل اسود 7 بهارات لورق لورا، برضو حبهان او هيل والورق الغار او ورق اللورا، وبرضو ايه واللهم صل على سيدنا محمد، واللي هو القرفة العيدان، نص عود قرفة كده وبرضو ايه زر ايه ورد. وقمنا نازلين بالكلام ده كله عليها وسيبناها بقى ايه مع نفسها. كنا هنا بقى لما اتشوحت البصلة كده وقربت تاخد لون نزلت عليها بالكبد والقوانص، برضو العند ما خدوا صدمة وايه وشوحتهم شوية مع البصلة، ونزلت عليهم كان بايه بحبة رز. طبعا انا كل واحد عارف معيار اللي قدامه هيحشي ايه، انا ما بقولش مقادير معينة. إيه برضو شوحت ايه حمصت كده الرز. معلش الكلام بتوه مني اساسا يعني. الرز مع الكبد والقوانص والبصله، وخليتهم ايه خدوا من بعض كده شويه وتحمصوا، ونزلت عليهم بحبيتين طماطم ايه معصورين، وبرضو ايه يتقلبوا كده ببعض ويشربوا من بعض.
انا مش هضيف ميه ولا ايه هطبخ الرز نص سوا، لا هو نص التسويه بتاعته دي في حبيتين الطماطم اللي احنا ضفناهم دول. وبعد كده بقى ايه برضو نحطهم ايه، نحط عليهم بهاراتهم، ونقوم جايين ايه سايبينهم بقى لما يبردوا، ونحشي الايه الحمام. بهارات برضو حطينا ملح، فلفل اسود، كمون، اللهم صل على سيدنا محمد، برضو بهارات 7. وقمنا جايين الملح طبعا ظبطناه، وقمنا جايين الكلام ده كله على الرز، وقلبناه كله ببعضه، وسبناه لما اتشرب من بعضه والطماطم نشفت، وكله بقى مدي اللون الحلو الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ونقوم جايبين بقى طبعا الحمام بتاعنا، هو صغنطوط كده بس حلو اهو قضى الغرض. بس سبحان الله، لا بالكبر ولا بالصغر. اقسم بالله العلي العظيم، ابني بيقول لي يا ماما انا يعني بقالي عمري ما دقتش طعامة الحمام ده. المهم هنا بقى عايزين نسلقه. حطينا له برضو بطاطس اللهم صل على النبي، بصل بصل وطماطم. وقمنا جايين منزلين الحمام بقى، وحاطين له برضو البهارات اللي استخدمناها في الاكل كلها النهارده، هي اللي كانت ماشيه معانا طول الطبيخ. بعد ما سقطته بقى في الميه، هحط برضو الملح واظبطه، لان طبعا لازم يتحط له ملح. وهنحط برضو نفس الحكايه البهارات، وورق لورا، لا بس ورق لورا وفلفل وحبهان او اللي هو الهيل. وايه تاني، اللهم صل على سيدنا محمد. وتقريبا بس ولقيت حتة حتة قرفة كده مكسورة، حطيتها معاه علشان برضو يعني ما كنش نسيت حاجة. المهم بقى سبتهم مع نفسهم كده، وعلى النار، وقلت لهم معاكم ربنا روح. هنا بقى كان شوية الرز دول باقيين، انا مزودة علشان عارفة ان ولادي بياكلوه، بياكلوا الرز ده يعني الخلطة دي. فطبعا هقوم حاطه لهم كرنبين شوربة، واقوم جاية طبخاهم او مية ايا كان يعني، واقوم طبخاهم اللي ياكلهم ياكلهم. هنا بقى ولادي برضو مش بيرتاحوا في الرز ابو شعرية او اي رز، يعني بيحبوا اكتر الرز الابيض. فحطيت معلقة سمنة، معلقة زبدة، يعني اللي ترتاحي فيه. وقمت جايه لما فكت او السمنه اتقدحت، او يعني طلعت ريحتها كده وبقت حلوه، ضفت عليها المي، علشان يغلي ونسقط الرز فيه، بيبقى رز مفلفل كده وحلو وطعمه جميل. هنا بقى انا جبت الصينيه وحطيتها، هناكل على الارض كده، احنا كنا في الصيف يعني شايلين الفرشة، وبحب اقعد على الارض. هنا بقى كانت الكوارع استوت، بس الحتة اللي هي انتوا عارفين ان بتبقى تمسكيها من هنا تقع من هنا، الحتة دي ده أنا يعني عيني منها وعايزة اقطعها ومش عارفة، لان طبعا ماسكة التليفون وبصور. ولادي يقول لي ايه دي يا ماما، انت هتاكلني دي؟ قلت لهم هم ما بياكلوهاش، فمش عارفة بقى يعني قولوا لي اعمل لهم ايه عشان اكل. وده كان شكل الاكل بتاعنا والسفرة بتاعتنا ويتفضلوا معانا بقى. وما تنسونيش في لايك حلو كده وكومنت جميل، تشكروا الله وتصلوا على النبي فيه. ولو مش عايزين لايكات، المهم ندعي لأهل فلسطين، وندعي لهم بالثبات، وربنا يثبتهم وينصرهم، اللهم امين. تمام. ومش عايزين عامة، انتوا كده كده مش بتحطوا لايكات، يعني هو كام واحد اللي بيشوف الفيديوهات برضو يعني قليل، ما بتحطوش لايكات ولا حاجة. وهنا محمود ابني عايز يقعد القطة تاكل معاه. تعالوا بقى اتفضلوا معانا، ويا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، ويكون الفيديو عجبكم.